السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة حلوة وجديدة. اكيد عرفتوا وفهمتوا ده ايه. ده عيش شمسي. عيش شمسي من غير شمس. عيش شمسي ما شافش الشمس. عيش شمسي على حاجة حلوة احنا هنعملها من غير ما نطلعه بره ونعرضه في الشمس. يعني احنا عملناه في الشقة. بص الطراوة بتاعته، بص حلاوته، بص هش ازاي، بص الارتفاع بتاعه جميل ازاي. الله اكبر. صلوا على حبيب المصطفى. واحلى لايك للفيديو عشان يرفع، عشان الكل يوصل بطريقه بسيطه جدا خالص. وهقولك على الخميره بتاعته والسر ان يفضل معاكي فتره طويله وعايش ما بيصوفش. كل اللي هنعمله ميه دافيه وملح وسكر على الدقيق. والخميره دي عباره عن بواجي شغل امبارح بتاع العيش. انا بفركها وبشيلها في التلاجة. لما بحب اعمل عيش اروح واخداها ومخمراها لمدة 6-7 ساعات. بتخمر معايا. بلفها في شوية دقيق يعني، بتخمر معايا. وبعد كده لما اجي اعجن بيها بكسرها وبعمل بيها زي كده. والافضل ان انت بتبقي حاطه في ولدة الخميره من الاول فص توم صغير مع العجينه في الاول خالص. ده بيحافظ لك على العيش. وده السر اللي بتاع الصعيد اللي هم بيعملوه. والعيش الشمسي بتاعهم بيبقى بالجمال والحلاوه والطعم اللي هم بيعملوه. اهم حاجه في العيش ده تخدميه صح. يعني تخدميه صح يعني يتعجن صح. دوسي على نفسك شوية ودوسي في العجين لحد ما تفك معاكي خالص. حبة حبة، شوية شوية. تمام. ومش بياخد وقت خالص معاكي. بس اهم حاجة ان انت تريحي وتخدمي عجينتك حلو. ده اسمه عش الشمسي الموجود عندنا في الصعيد. وجماله وحلاوته مفيش بعد كده. طعمه حلو جدا. ممكن تحمصيه بيقعد معاكي فترة طويلة. او تحطيه في الديب فريزر عندك وتطلعي منه بيبقى كده مطفي. انت خبطي. بصي طلعي مواهبك كلها وخبطي في العجينة زي ما انت عايزة. كل ده بيساعد ان العجين من بعضه يفك. اهو فك معايا. بصوا جماله، بص حلاوته. هتلفيه بكل بساطة اهو بشوية مية وتروحي عاملة مغطياه. طبعا ده ما بيختمرش لفترة طويلة. دي برضو السر التاني ان انت لازم تعمليه في العيش الشمسي. بتسيبيه لفترة مدة نص ساعة او ربع ساعة كمان مش بالكتير. وتبدأ تقطعيه على المجار زي كده او على صواني حسب كل بلد. آه، بصي عامل طبقة ازاي هشة. الطبقة اللي من فوق دي طبقة ناشفة بتساعده ان هو لما بيعلى ويختمر ما بيفشش منك وانت لما بتيجي تمسكيه. هو المفروض كمان ان انت تجلبيه. بس انا في الفيديو ده ما جلبتوش. حبيت ان انا اسيبه زي ما هو. بس السر بقى ان انا ما طلعتوش الشمس. انا كان في الشقه وانا يا دوبك جرسته زي كده وشغلت على المروحه. وده كان السر في ان العيش يوصل للارتفاع اللي انت شايفاه. هتقولي لا المروحه هتبطل مفعول الخميره. بالعكس خالص. مش مشغله الفرن عشان ما تقولوش ان في هوا سخن. لا، هو في الصيف بس الحركه دي تعمليها. لكن في الشتاء طبعا مش تنفع معاكي. لان الخميره عايزه درجه حراره عاليه. انت الجو عندك اساسا سخن فلما بتشغل المروحه بتوزع الهواء الدافي اللي موجود عندك في المكان فبيرفع معاكي زي كده. هتبتدي بصي باي حاجه عندك. انا بخلي حاجه زي كده بفتحه من على الجوانب. ليه بعمل الحركه دي؟ علشان لما ينتفخ معاكي في الفرن ان هو ما ياخد هوا. تديله نفس زي ما بنقول. النفس ده بيساعد ان العيش يستوي كويس ويبقى كويس. فانت كل اللي بتعمليه، كل اللي انت بتعمليه ان انت بتعمل الحركه دي. وبعد كده بتحطيه في الصينيه. تمام. بحط 3-4-5 حسب حجم الصينية مع بعض. وبدخله الفرن بكل سهولة. ما بياخدش وقت في الفرن خالص. انتي بتدوري الصينية زي ما كأنك بتعملي كحك او بالطياب بفايش. بيبقى بالجمال وبالحلاوة. بيسوي كل مرة واحدة وبيبقى حلو. دي الردة دي بيجيبيها من عند العطار. دي اللي بتجرسي بيها. احنا بنسمي ده مجرس. ده مجرس من طين بيتعمل عندنا. او دلوقتي بدأوا ان هم يفكروا في الخشب. لو انا الخشب ودورته بالشكل ده بيأدي نفس الغرض. وفي ناس بتستعمل الصواني. بس احنا بنعمل كده يعني طريقة سهلة بسطنا على نفسنا. ومش ممكن مش شرط ان انا احطه على البلاطة مباشرة. زي ما انت شايفة كده في الصينية وانا بدوره بيبقى سهل جدا. بتدخلي 5-5 فبيبقى معاكي العيش بيبقى سهل ان انت تعمليه. والله اكبر. طعمه وريحته كده جميله جدا. يبقى طريقته سهله خالص. اهم حاجه الخميره. الخميره زي ما قلتلك انت بعد ما بتخلصي بتفرك الطبق بتاعك وتشيل الباقي ده في التلاجة مش في الديب فريزر.
وده بيبقى ولدة انت بتعملي منها الخميرة اللي بتستعمليها للعيش الشمسي. بصوا على الجمال وحلاوته، لون واحد وشكل واحد، لانه طيب في الصينية مع بعض ومش محروق ولا اي حاجة، وطعمه كان شيء ما شاء الله. اهو ده بنودي احنا في المواجب، بنستعمله في البيت لو انت حابة تعمليه، وبتحطيه في الديب فريزر وبتطلعيه زي ما قلت لك. وصلوا على الحبيب المصطفى، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وتشتركوا معايا في القناة. بصوا جماله وبص حلاوته ما شاء الله. بصي حابه اوريكي القلب بتاعه من جوه دلوقتي، هفتحهولك حاجه كده الله اكبر. بصوا ما شاء الله، صلوا على الحبيب المصطفى، الله اكبر. اللحم اللي من جوه ده احنا نقول عليه اللحم بتاعه من جوه ليه كده عامل زي الفايش او الكحك، وطعمه تحفه تحفه. حبه ملوخيه خضراء، واحلى اكله معاكي في العيش الشمسي، العيش الصعيدي. والسلام عليكم.